هذا رجل العام الماضي يقول عندي بنتين، رجل وتقدم لوحدة من البنات، فيقول من عادتي أنا إذا تقدم لأحد لخواتي أو لبناتي أطلع به قبل وأشوف الرجل وأسولف أنا وياه قبل ما يتم أي شيء، آخذ غريفة وأسولف أنا وياه وأشوف حصيلته، وبالتالي أبدأ في يعني النقطة الثانية. فيقول طلعت أنا وياه في أحد الفنادق وجالس أسولف أنا وياه، ولا الرجال يعني راكز، الرجال ما هو بسيط. فيقول بدأت في السؤال عنه، يقول كان المجال اللي يعمل فيه صعب جدا حتى أني وصلت إلى قادته وكلهم أثنوا عليه، أثنوا عليه حارته وأثنوا عليه في المجلس اللي هو يرتاده. الرجاجيل كلهم أعطوني خبر أن الرجل من أطيب الرجاجيل. فأبلغت بنتي وأبلغت زوجتي، قالوا والله حي. جاء الرجل وشاف البنت وشافت، الحقيقة صار بينهم يعني توافق. بدأنا في عملية التقرير الطبي، أخرج التقرير الطبي ولا الأمور كلها تمام. قدموا المهر، أنا كان عندي طلب على أساس أنه قبل الزواج بأسبوع يتم عقد نكاح. نعم. في البداية قالت الأم نبغى الشبكة، أم البنت أو أم الرجل نبغى الشبكة. قال زوجتي قالت لها الشبكة لا يمكن أن تتم إلا بعد ما يتم العقد. يقول يوم بدينا في دفع المهر بدأت البنت في تجهيز نفسها، حقيقة يعني عاشت أحلام الزوجية وخلاص دخلت في مجال، أبلغت صديقاتها وأبلغت خواتها وأبلغت العالم كله أنها خلاص مقدمة وشريت وعطيت وعاشت في جو هذا. يقول يوم جاء باقي على الزواج شهر أو شهرين أو أقل، اتصلت أم الرجل على زوجتي وقالت لها أي صالة اخترتوا؟ قالت والله الصالة الفلانية. قالت لا، هم تختارون الصالة الفلانية وكانت صالة فخمة جدا وغالية، ولا ما تختارون؟ قالت في عادة مثل هالأمور اللي يختار للبنت وأنتم لكم عدد معين من الكراسي. قالت لا، الحلا حنا اللي نحطه، وحنا لا تشترينها إلا بإذني، والملابس تشترينها من دبي، الكوشة لازم أشرف على الكلام هذا العام الماضي يا إخواني، مو بعيد، والكوشة أنا اللي أشرف عليها. حتى وصلت أرسل لي هو الرسالة طلبات الأم الرجل من أم البنت، ويقول من زوجتي. والله يا أخواني يوم قريتها الرسالة كاملة عندي، يوم شفت الرسالة الحقيقة انبهرت. هل في عقول هالدرجة هذه؟ حتى الله يعزكم زم العاملات اللي يصبون القهوة. لا والله أنا أحتري الرجال يكلمني اللي بيتزوج البنت، أحتري الأبو يكلمني. المهم أنها وصلت إلى أن الأم قالت يا فلان وش رأيك؟ قلت والله شاوري البنت، أنا ما راح أتدخل لين أشوف البنت. البنت تعلقت، فراحت الأم وشاورتها، ثم دخلت على بنتي. يقول أنا القرار يعني عندي في الأخير، لكن ما أبي أكسر خاطر بنتي.